نتائج وترتيب الجولة 14 من البطولة المغربية لكرة القدم موسم 2024-2025، وكذلك نتائج الفرق المغربية المشاركة للواجهة الإفريقية. الفتح الرباطي ينتصر على حسنية أكادير بهدف دون مقابل، والنادي المكناسي ينتصر على ضيفه اتحاد طنجة بهدف نظيف، والوداد الرياضي يعود إلى سكة الانتصارات وينتصر على ضيفه شباب السوالم الرياضي بثلاثية نظيفة، واتحاد توارقة يسقط في فخ التعادل أمام ضيفه نهضة الزمامرة بصفر لمثله، والمغرب الفاسي ينهزم على ملعبه بهدف دون مقابل أمام أولمبيك آسفي. الترتيب: في المركز الأول نهضة بركان ب27 نقطة مع مباراتين ناقصتين. في المركز الثاني نهضة الزمامرة ب24 نقطة. في المركز الثالث الوداد الرياضي والمغرب الفاسي ب22 نقطة مع مباراة ناقصة للوداد. في المركز الخامس الجيش الملكي والفتح الرباطي ب20 نقطة مع مباراتين ناقصتين للجيش الملكي. وفي المراكز الأخيرة في المركز 12 النادي المكناسي ب17 نقطة، وفي المركز 13 اتحاد طنجة ب15 نقطة، وفي المركز 14 شباب السوالم الرياضي ب14 نقطة، وفي المركز 15 المغرب التطواني ب10 نقاط، وفي المركز الأخير شباب المحمدية ب3 نقاط. أما دوري أبطال إفريقيا دور المجموعات الجولة الثالثة الجيش الملكي يعود بالتعادل بطعم الفوز بعد تعادله خارج الميدان أمام فريق كونغو الديمقراطية مانيما يونيون بهدف لمثله، ويبقى في المركز الأول ب5 نقاط. والرجاء الرياضي ينهزم خارج الميدان أمام مامولودي سان داونز الجنوب إفريقي بهدف دون مقابل، ويبقى في المركز الأخير بنقطة واحدة فقط. أما الكونفدرالية الإفريقية دور المجموعات الجولة الثالثة نهضة بركان يحقق الفوز الثالث على التوالي، وهذه المرة على الملعب المالي بهدف دون مقابل، ويبقى في الصدارة بالعلامة الكاملة ب9 نقاط.